السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. اليوم بشرح لكم عن أنواع أقفاص الإنتاج وأنواع المحميات، وإن شاء الله الحين نبلش عند أول نوع. عندنا أول نوع اللي هو الأقفاص. طبعا الأقفاص صغيرة، مساحة القفص هذا كامل 3 في 4 وارتفاع 2 متر. قدرت أحط بكل جهة 12 قفص. مساحة القفص 70 في 70 65. الأنواع هذه من الأقفاص تصلح حق طيور واجد ما له عصر تقريبا. يعني أنا حط فيها يمام وحاط فيها زيبرادوف، تقدر تحط فيها الياكريم، تقدر تحط فيها الطيور الثانية اللي هي طيور الحب، الزيبرا، الجاوة، جميع الطيور تقريبا اللي تكون من الياكريم وأصغر. في ناس انتجت فيها أزواج غير هذه، مثلا في ناس تنتج فيها حمام البر اللي هو القمري. أنا ما جربت صراحة، لكن هذه اللي تصلح حق زوج من الطيور صغيرة. عندك من الزيبرادوف والياكريم وانت نازل، هذه تصلح لهم. طبعا أحط القفص هذا اللي هو حق إنتاجهم، إنتاج الحمام واليمام اللي هني أحطه هني. هذا عندنا القسم الأول، والمساحة صغيرة 3 ب4، وأعتقد أي واحد يقدر يسويها أو عنده المساحة هذه يقدر يوفرها. عاد ننتقل الحين للأنواع الثانية. أما بالنسبة للنوع الثاني فهي الأقفاص كبيرة شوي. طبعا كل قفص عرضه 1 متر وعمقه 2 متر وارتفاعه 2 متر. والقفص هذا شوي كان بابه كبير، وكان قفص واحد، لكن أنا جزعته خليته 1 متر العرض. فالباب اللي استغربت عليه اللي هو الباب هذا، باب صغير ممتاز وما يحتاج له شيء. مجتم بالنص ومجتم فوق وعش أو عشين، وعلى بالأكل والماء. وهني ما شاء الله مثل ما انتم شايفين هذا الزوج اللي هو برونز، وتحت فرخهم. والأقفاص اللي مثل هذه تصلح حق طيور واجد. يعني ما تقول هذا البرونز، هذا الخلخليت هني، هذا جرين وينج هني موجود، وهني ثاني مرة الخلخليت. وهني بعد نرجع حق جرين وينج ثاني مرة، الزيتوني، برونز، خلخليت، بيكازورو. فيصلح حق أنواع واجد، وكثر ما قدرت مد على راحتك. هذا بالنسبة للنوع الثاني. أما النوع الثالث اللي هو التربية الجماعية، مثل ما انتم شايفين تعتبر محمية مصغرة، تقدر تحط فيها أكثر من نوع. لكن أحرص أن الأنواع تكون ماشية ويا بعض، مثل ما تقول هني زيبرادوف، الضفدع، اليمام. فأنواع محدودة وراكبة ويا بعض، ما يصير تدخل وياها أنواع ثانية تسبب مشاكل. تقريبا الأنواع هذه ماشية ويا بعض، ويفضل تختار كل نوع لون معين إذا أنت كنت تبي تستمر على نفس النوع، نفس اللون قصدي. لكن إذا بتشكل ألوان عاد هني خلها حق ضربة الحظ. ونروح الحين حق النوع الرابع. النوع الرابع يقارب حق النوع الأول اللي هو الأقفاص بمكان صغير. يعني هني عندي المسافة 5 في عمق 3. حطيت لها باب مثل ما انتم شايفين، وجزأتها يسار 3 أقفاص ويمين 3 أقفاص. طبعا الأقفاص هذه نفس مساحة النوع الثاني اللي هي 1 متر في 2 متر في 2 متر، وتصلح حق الأنواع الكبيرة نفس ما قلت قبل شوي. وهنا أنا حاط زيبرادوف، بركب لي لونين مع بعض. جربت الخشبي والكريمي، نشوف ايش يطلع إن شاء الله. ونفس الطريقة الباب صغير. الباب هذا تقدر تدخل منه وتحط العلف، أحسن ما يكون الباب على طول القفص، لما تبطله سهلة يطلع الطير. فهذا عندكم المساحة صغيرة، يعني 5 ب3. حطينا داخلها ما شاء الله 6 أقفاص، يعني 3 يمين و3 يسار. حبيت أكونها مسكرة من فوق على أساس بعد إذا طلع شيء يكون بالمكان هني محصور. ونروح حق الحين نروح حق النوع الخامس وأوريكم إياه. طبعا هذا هو النوع الخامس اللي هو محمية. طبعا المحمية المقاسات
كثر ما تقدر تكبر كبر على راحتك. ويمشي فيها تقريبا جميع أنواع الطيور اللي متوالفة مع بعض. يعني هني حاطة حق القمري، حق القطة موجود تحت هني، هذا البرونز موجود هني، فيه الياسمين، فيه الكناري، فيه القوابع. فالمساحة هذه اللي عندي هني 8 ب8 وارتفاع 5 أمتار. وانت هني عاد محمية، كثر ما تقدر تكبر كبر وخذ راحتك. لكن تقريبا هذا الشكل ممتاز. حاط لي أرفف حق العشاش مثل ما انتم شايفين، الرفين فوق غير اللي بالنص هني، وماشي حق الصغير والكبير. وهي طبعا أسهل شيء، وهي اللي يحبها قلبي، أنها فيها من الطبيعة الشيء المريح، يعني تشوف الطيور على راحتها. لكن كإنتاج الأقفاص أكيد أحسن وأضبط. يعني الحين لو أقول لك الحين هني عندي أزواج البرونز، هني في 3، لو ينتج واحد أي زوج أنتج فيهم ما راح أكون داري، ولا راح أعرف اللي ينتج واللي ما ينتج. هني الزبردوف يتهاوشون فوق، لكن الموضوع هذا ما راح تشوفه بالأقفاص، راح يكون زوج عارفة يتهاوشون شوي، تعزلهم ترجع توالفهم ثاني مرة ويرجعون. لكن هني غالبا تصير مصارعة بين الذكور على الأعشاش وعلى أنثاي. الياسمين هني طبعا إنتاج الياسمين إذا كان جديد إنتاجه في المحمية أسهل من الأقفاص، وبعد ما تنتجه في الأقفاص تأخذ الفروخ تحطهم، قصدي بعد ما تنتجه في المحمية تأخذ فروخ تحطهم بقفاص ويصير إنتاجهم بقفاص أسهل. فالموضوع تدرج تقريبا. وهذا اللي عندي، والله يعطيكم العافية.